بيبدأ فيلمنا بحكاية دون رئيس المافيا اللي بيوزع المخدرات على أكبر تجار أوروبا. بيحكي دون حكايته عشان يعرفنا إزاي قدر يتخلص من المنافسين بتوعه، وكمان ضحك على الشرطة وخلاها تمحي سجلات الإجرام بتاعته بإيدها. وبنشوف اجتماع لأكبر تجار المخدرات في أوروبا في اجتماع جيمي تاجر المخدرات، وبيتخانقوا مع بعض بسبب نسب التوزيع، لأن دون هو اللي بيوزع عليهم وبيديهم حصص قليلة. فجيمي بيقول لهم إنهم لازم يتحدوا ويتخلصوا من دون. بعد كده بيروح دون لتايوان علشان ياخد البضاعة بتاعته، وأول ما بيطلبها بيتفاجئ إن حراس التجار بيقتلوا قبطان اليخت بتاعه. في اللحظة دي بيفهم دون اللي بيحصل، وبيسألهم عن الشخص اللي اتفق معاهم على قتله، فبيقولوا له إنه جيمي وبيطلعوا الأسلحة. لكن دون وبكل ثقة بيقول لهم إنه هيقتلهم كلهم، وبالفعل بيمسك السلاح من إيد اللي بيهدده وبيقتلهم بيه، وبيفجر المكان وبيكمل ضرب فيهم بإيده، وبيقدر في الآخر إنه يهرب. وبنشوف الشرطية روما في مقر الانتربول الدولي، وبيعرض عليها أرجون زميلها انه يعزمها على عشاء بمناسبة عيد ميلادها، لكن روما بترفض وبتقول له انها مشغولة. في اللحظة دي بيطلبها المدير مالك علشان تروح له مكتبه، وهناك بيقول لها انه خلاص هيسيب الشغل، وانه في خلال سنين شغله دي كلها مفيش قضية ما قدرش يحلها. وبتنزل روما بعدها علشان توصله، وبتقول له ان في قضية واحدة لسه مفتوحة وهي قضية دون. هنا بيقول لها انها هتبقى مسؤوليتها. في اللحظة دي بيتفاجئوا ان دون نفسه موجود قدامهم، وبيقبضوا عليه وبياخدوه المكتب عشان يحققوا معاه. فبيقول لهم انه هيسلمهم كل المستندات اللي محتاجينها عشان يعرفوا مين اكبر تجار مخدرات في العالم، لكن على شرط، وهو انهم يمحوا كل السجلات الاجراميه ليه في كل الدول. لكن مالك بيقول له ان الحاجه الوحيده اللي يقدر يعملها انه يلغي حكم الاعدام اللي عليه. هنا بيرفض دون الصفقه وبيقول له ينقله السجن، وبالفعل بتنقله روما للسجن. وقبل ما يدخل بتقول له انها عارفه انه بيرتب لحاجه، فبيقول لها دون انها بتشك فيه عشان قدر يخدعها. وبنعرف ان دون كان بيحب روما وما كانتش تعرف انه مجرم. واول ما بيدخل دون السجن بيلاقي كل المجرمين اللي كان السبب في سجنهم، وبيفتكر فردان اللي كان هيقتله وسلمه للشرطة، وعلى طول بيبدأ المساجين يهاجموه عشان ينتقموا منه. لكن بيقدر دون انه يتخلص منهم، وبينزل يكلم فردان وبيعرض عليه انهم يتحدوا. لكن فردان بيقول له انه السبب في سجنه، وبيروح ضارب دون موقعه على الارض، وبيطلع سكينة عشان يقتله. هنا بيمسك دون السكينة منه وبيقول له انه جاي السجن ده مخصوص عشان يقابله، وبيقول له دون ان عنده عرض مهم ليه ويقدر يهربه. في اللحظة دي بيهدى فردان وبيسأله على المطلوب منه، فبيقول له انه هيستلم مخزون المطبخ وهيلاقي فيه ازازة سم بيطلعها ويسلمها له، وهو بيشتغل في النظافة وبيقدر يدخل الحمامات كلها. وبعد كام يوم المحامي بتاع دون هيزوره، وهيكون سايب له في الحمام هدوم الهروب. وبيجي يوم الهروب فبيحط فردان السم في الاكل، ومش بياكل دون ولا فردان حاجة. وبالليل السجن بيتقلب وكل المساجين بيتعبوا جدا من نسبة السم اللي اخدوها، وبتيجي الاسعاف تنقل المساجين المستشفى. هنا بينادي دون وفردان على المسعفين عشان ياخدوا زمايلهم في الزنزانة، وبيروحوا لابسين هدوم الاسعاف وطالعين بالمساجين وبيهربوا، في الوقت ده بيروح ارجون يزور روما اللي بيجي لها تليفون يبلغها بهروب دون. وبنشوف دون مع فردان عند عايشة، وبيقول دون لفردان انه عايز منه مفاتيح خزنة صندوق الامانات الخاص برئيس المصرف التجاري الروسي السابق. وبيكون دون عارف ان المفاتيح مع فردان، فبيقول له انه سايبها في خزنة في سويسرا. هنا بيقول دون انهم هيسافروا يجيبوها، وبالفعل بيسافروا وبيفتحوا الخزنة وبياخد دون اللي فيها. وبيقول لفردان ان فيها تسجيل بين كور رئيس المصرف التجاري الالماني وبين سينجا شريك فردان اللي دون قتله، والتسجيل ده فيه اتفاق بين كول وسينجا على قتل المرشح لمنصب رئيس المصرف المنافس لكول. وبالفعل نفذ سينجا الاتفاق وقتل المنافس عشان كول يبقى هو رئيس المصرف الالماني. هنا بيسأل فردان دون اذا كان هيبتز كول بالتسجيل ده، فبيقول له دون انه مش هيظهر في الصورة، واللي هيبتزه هو المساعد بتاعه ديوان واللي كان حاضر الاتفاق. وبيقول لهم دون انه مش عايز فلوس من الموضوع ده، لكن اللي يهمه حاجة اكبر من كده. وبيقول لهم انه هياخد الواح الطباعة نفسها ويطبع المليارات، وعشان يجبر كول وديوان انهم يساعدوه من غير ما يخافوا من القبض عليهم لان هم المسؤولين عن الواح الطباعة، هيعمل خطة لاقتحام البنك وكأن الالواح اتسرقت. هنا هيفضلوا في مكانهم وفي نفس الوقت ياخد اللي هو عايزه. تاني يوم بيتصل مالك بروما وبيقول لها ان دون في المانيا، وانهم شافوه مع ديوان مساعد رئيس المصرف الدولي وبيطلب منها تسافر على هناك. وبيبلغها ان في حفلة هيحضرها ديوان وهيكون فيها كلاوس ضابط الانتربول اللي هيساعدها. وبالفعل بتسافر روما وارجون على طول وبتقابل كلاوس، وبيكون ديوان موجود في الحفلة. وبنشوف واحد بيطلب من روما ترقص معاه، لكن الغريب انها بتحس انها تعرفه قبل كده وبيسيبها وبيمشي. فبتقول لارجون يدور عليه، وبتطلع روما عندها حق لانه بيكون دون متنكر. وبيتصل بديوان وبيقول له انه بعت له
فيديو مهم جدا، وبيشوف ديوان الفيديو اللي اتصور له وهو بيتفق مع سنجا على قتل منافس كول، وبيقول لديوان يقابله في العربية عشان يتفاهموا، وبتشوفه روما في العربية فبتنزل تطارده هي وأرجون، وبيقول دون المطلوب لديوان، لكن طبعا ديوان بيرفض وبيقول له انه كده هيتسجن برضه، لكن دون بيفهمه ان الموضوع هيبقى كأنه سرقة. هنا بيلاحظ ان روما بتطارده فبيحاول يهرب منها، وبالفعل بيقدر انه يهرب بعد مطاردة طويلة. بعد كده بيروح ديوان يقول لرئيسه اللي حصل، فبيطلب منه يتخلص من دون، فبيروح ديوان على عبدول المجرم وبيتفق معاه يخلصوا من دون. في نفس الوقت بيسأل فردان دون ازاي هيسرق البنك، فبيقول له انه لازم يتفق مع هاكر محترف عشان يتحكم في انظمة حماية البنك. وبيروح دون يقابل سمير الهاكر المحترف وبيقول له على المطلوب منه، وبيضطر سمير انه يوافق لانه محتاج فلوس عشان مراته قربت تولد. في الوقت ده بتكون روما بتدرس الطريق اللي هرب منه دون، وبتقول انه اكيد ظهر في كاميرات المراقبة، وبيتصل ديوان بدون يقول له انه عايز يقابله عشان يقول له على طريقة دخول البنك، وبالفعل بيروح يقابله وبيطلع وراه عبدول. وبعد ما بياخد منه الشنطة وبيمشي بيلاحظ ان في حد ماشي وراه، فبيطلع على سطح مبنى، واول ما بيوصل عبدول وراه بيقدر انه يهرب منه، وبيراقبه دون لغاية ما بيركب في العربية مع باقي رجالته، فبيمسك العربية بالونش وبيعرض عليه يشترك معاه في العملية وهيديله 3 أضعاف المبلغ اللي ديوان كان هيديهوله، وبيوافق عبدول على الصفقة. في اللحظة دي بيقول أرجون لروما انهم قدروا يوصلوا لشكل الشخص اللي كان راكب مع دون، وبيعترض فردان على دخول عبدول الصفقة، لكن دون بيقول له انه هيستخدموا طعم الشرطة عشان يقدر يهرب من البنك ويسلمهم. وبيروح دون متصل بديوان وبيقول له ان عايشة هتكون عنده حالا، وبيطلب منه يسلمها المعلومات الأصلية والا هيقتله. هنا بيضطر ديوان انه يديها المعلومات لانه عارف ان دون مش ممكن حد يقتله. في نفس الوقت بتعرف روما شخصية ديوان من الرسمة، وبنشوف دون عامل اجتماع مع الفريق بتاعه عشان يحطوا خطة السرقة، فبيقول له سمير انه يقدر يتحكم في كل نظام البنك ما عدا الأوضة المحصنة اللي فيها ألواح الطباعة، وبيحذرهم ان الأوضة دي ليها نظام أمني مختلف، وإذا حصل أي مشكلة بتنشر غاز مخدر، غير انه شاف نظام أمني في الأرضية ومش عارف هو عبارة عن ايه. وبيكمل دون شرح الخطة وبيقول لعبدول ورجالته على المكان اللي هيقفوا فيه، وبيطلب من فردان يجيب بصمات دكتور ديريك لان هي دي اللي هيسيبوها للشرطة. وبالفعل بينتحل فردان شخصية ضابط وبيروح يقابل ديريك وبيطلب منه يكشف على عينات فلوس مزورة ويديله تقرير بيها، وبيروح موقع الشنطة عشان ياخد بصمات ديريك عليها، وبياخد البصمات يوصلها لدون. بعد كده بتاخد عايشة طرد علشان تبعته على عنوان في ألمانيا، وبيجهزوا عربية مطافي، وبيسألوا عبدول دون عن الطريقة اللي هيهربوا بيها، فبيشاور له على مخرج وبيقول له ان عايشة هتكون هناك بعربية شرطة، وبيتصل دون بديوان وبيحدد له ميعاد للمقابلة. في الوقت ده بيتفق عبدول وفردان على دون، وبيقول له فردان انهم لازم يسلموا للشرطة بعد ما ياخدوا ألواح الطباعة، وبتقدر روما تجيب قرار استجواب لديوان، وبيروح ديوان على البنك في الوقت اللي بيسبقه سمير بعربية مزيفة للبنك، واول ما بيدخل بيتحكم في الكاميرات، فبيقدر دون انه يطلع من عربية ديوان من غير ما يتشاف. في اللحظة دي بيبدأ عبدول في تنفيذ دوره وبيطلع بعربية المطافي، وبيوصل فردان البنك عشان يقابل ديريك وياخد نتيجة فحص العملات المزيفة. هنا بيشوف سمير روما وفريق الانتربول وراه بيطلبوا يقابلوا ديوان، وبيوافق ديوان على مقابلتهم، وبيقعد ديريك يشرح لفردان ازاي يعرف العملات المزيفة. وبيكون دون في فتحات التهوية بيطلع يقف فوق الاسانسير اللي بيكون جواه روما ومالك وفريق الانتربول، وبيأمر دون سمير يوقفه في كل دور عشان يحط القنابل. بعد كده بيروحوا يحققوا مع ديوان، وبيقرب عبدول من مكان البنك، وفجأة بتنفجر القنابل، فبيطلع الناس كلها تجري، وبيدخل الامن ياخدوا ديوان عشان يطلعوه بره البنك، وبيقولوا الحراس يقفلوا الاوضه المحصنه بسرعه، وبيروح فردان ضارب ديريك عشان يفقد الوعي، لكن روما بتحس ان في حاجه غلط، وبيوصل عبدول وبيدخل البنك مع فريقه. هنا بيروح واخد مجموعه من الموجودين وبيدخلهم خزنه وبيقفل عليهم، وكل ده وسمير بيتحكم في كل حاجه وبيقفلوا البوابات. هنا بتتاكد روما ان اللي بيحصل مش طبيعي، وبتوصل الشرطه المكان، وبيقدر عبدول انه يوصل للاوضه المحصنه. في نفس الوقت بينزل دون وبيبدا خطته، وبيروح مكلم مالك وبيقول له انه موجود في البنك، وبيطلب يكلم روما، وبيطلب منه تاني يمسحوا كل الملفات اللي عليه وتنسحب رجاله الشرطه من المكان والا هيفجرهم. وبيروح مفجر عربيه المطاف اللي موجوده عشان يثبت لهم كلامه، وبيهددها اذا قربوا من المبنى هيفجروا كله. بعد كده بيدخل دون يقابل عبدول وفردان، وبيلبسوا الماسك عشان يقدروا يفتحوا الاوضه المحصنه، وبالفعل بينتشر الغاز اول ما بيفتحوا الباب. هنا بيدخل دون وهو متعلق بالسقف لان الارضيه سمير محذرهم منها، وبيدخل دون الرقم السري وبتتفتح خزنه الواح الطباعه، لكن في اللحظه دي بتقع حاجه
حاجة من الباب مكان التفجير على الارض، فبيبدأ الباب الفولاذي يتقفل. هنا بيجري دون بسرعة وبيقدر انه يخرج في اخر لحظة، واول ما بياخد من فردان الشنطة اللي فيها الواح الطباعة بيقول لسمير يجهز. هنا بيطلع فردان سلاحه عشان يقتل دون، وبيهجم عليه عبدول وبيقول له انه كان عايز يضحي بيه، لكن دون بيقول له ان مفيش مخرج تاني ولا عايشة واقفة بعربية شرطة، ومش بيفهم فردان ولا عبدول اللي دون بيقصده. في اللحظة دي سمير بيقفل عليهم الكهرباء عشان دون يعرف يهرب، وبيدخل دون لمكان الطرود وبياخد منه الحاجات اللي كان حاططها فيها، وبيقتل دون رجالة عبدول وبيطلع يلبس بدلة غطس وبينزل في انابيب المصرف. في نفس الوقت بيتصل سمير بالشرطة، واول ما بيطلع دون بيلاقي سمير مستنيه وبتوصل الشرطة على طول، وبيقبضوا عليه وبيسألوه على عبدول وفردان، فبيقول انهم خانوه ما يعرفش عنهم حاجة، وبيهدد سمير انه هينتقم منه اول ما يخرج. في اللحظة دي بيتصل فردان بمالك وبيطلب منه هليكوبتر عشان يهربوا بيها، وبيهددوا بقتل الرهاين اللي عنده في البنك. فبتفكر روما في طريقة يوصلوا بيها للبنك ويخلصوا الرهاين، فبتروح تسأل سمير على الطريقة اللي خرج بيها دون، لكن سمير بيقول لها انه ما يعرفش اي حاجة عنه من بعد ما دخل الأوضة المحصنة، وبيضطروا انهم يروحوا يسألوه. هنا بيعيد دون طلبه تاني لكن روما بترفض، فبيطلب منها تجيب له ديوان يكلمه، وبالفعل بيروح ديوان وبيهددوا دون بالفيديو اللي معاها عشان يساعدوه، وبيطلع ديوان يقول لهم ان دون هيساعدهم، وبيقول لهم دون ان ديوان وعده بالحصانة في ألمانيا عشان يقول لهم على طريقة خروجه، لكن دون بيشترط عليها انه يدخل البنك مع روما وهو هيسلمها ألواح الطباعة وسيديهات تجار المخدرات. وبنشوف دون بيجهز مع روما عشان يدخلها البنك. في نفس الوقت بيكون فردان وعبدول في انتظار رد الشرطة، وبيدخلهم دون من نفس الطريق اللي دخل منه، وبيفك خبير المتفجرات القنابل المزروعة. وقبل ما روما تفتح اوضه المراقبة بيقول لها دون انه زرع فيها قنبلة عشان يدمر الأدلة، وبيروح مفجرها. فبيسمع عبدول وفردان وبيعرفوا ان دون رجع لانه هو اللي يقدر يفجر القنابل. هنا بيبعتوا رجالتهم تدور عليه، وبيهاجموا بعض رجالة عبدول ضد روما ودون الشرطة، وبيقدر فريق دون انه يخلص على فريق عبدول، لكن للأسف بيموت خبير المتفجرات وبيكون لسه في قنبلة موجودة. في اللحظة دي بيقول فردان لعبدول يفجر القنابل، لكن بيكون دون قدر انه يفكها. فبيمسكوا واحدة من الرهاين وبيهددوا مالك بقتلها عشان يبعت الهليكوبتر بسرعة، لكن دون بيتدخل في الكلام وبيقول له انه هيروح لهم بنفسه، ومش بترضى روما انها تسيبه يروح لوحده وبتروح معاه. هنا بيديها فردان سلاح وبيقول لها تقتله، لكن روما مش بتقدر تقتل دون، فبيروح عبدول ضربها بالنار. في اللحظة دي بيروح دون مفجر اخر قنبلة، وبيهاجم فريق فردان وعبدول ورجالتهم وبيقضي عليهم كلهم. وبيتصل بمالك يقول له ان الرهاين بخير وبيطلب ملفه الاجرامي، وبيدخل سمير ياخد الشنطة اللي فيها الالواح وسيديهات التجار وبيسلموا الملف بتاعه وبيهددوا دوم انه هينتقم منه، وبيشيل روما وبيطلع بيها بره البنك وبيقول لهم انها كويسة، وبتقبض عليه الشرطة وبيقول له مالك انهم هيتأكدوا من السيديهات. هنا بياخد ديوان الالواح وبيقول لمالك انه لازم يتأكد منها وبيمشي. في اللحظة دي بيشوف مالك الفيديو بتاع ديوان واتفاقه مع سنجة، لكن بتوصل مكالمة لديوان وهو في الطريق، واول ما بيرد العربية بتنفجر، وبالفعل بتقبض الشرطة على كل التجار. وبنشوف سمير في البيت بيجي له طرد، وبيتصل بيه دون وبيقول له انه هو اللي بعت له الطرد، وبيروح دون يقابل سمير وعايشة، وبنعرف انه كان متفق مع سمير على كل حاجة، وانه سلمه سيديهات التجار من اول الصفقة، وكمان هو اللي طلب منه يكلم الشرطة. والطرد اللي راح لسمير كان فيه الواح الطباعة، وان الالواح اللي اخدها ديوان كانت مزيفة، وبتفجيره الشرطة افتكرت ان الالواح انفجرت. وبنشوف دون وهو في اوضه الطرود بيحط الواح الطباعة في الطرد اللي سلمته عايشة، وان من اول ما سلم لفردان الشنطة كانت الالواح مزيفة، وطبعا هو اللي حط القنبلة في شنطة ديوان بعد ما خرج منها. وفي النهاية بيقول لهم دون انه عمل الجريمة الكاملة، ومحدش قدر يعرف ان الواح الطباعة الاصلية معاهم.